يا مساء الخيرات عليكم. أخباركم إيه؟ الساعة 6 أهو ميعادنا. آه، طمنوني كده على الصورة والصوت على طول كده بسرعة عشان نبدأ على طول. فيسبوك وإنستجرام. إيه أخبار الصورة والصوت؟ النهاردة هنتكلم على باتسي أند بيت ستوري. اللي مش متابعنا، احنا عملنا 2 لايف كنا بنناقش فيهم كتاب لغات الحب ال5. كنا بنتكلم عن العلاقات. ده اللايف التالت بتاعنا ان شاء الله هننهي فيه مناقشة الكتاب، وهنقول كلام مهم في العلاقات. الصوت اخبارهم ايه؟ الصورة والصوت كويسين؟ الصوت واضح والصورة كويسة؟ تمام. فيسبوك الصوت والصورة تمام. انستجرام اخبار الصورة والصوت ايه؟ طيب على بال ما انستجرام تردوا علينا، نبدأ كده. بسم الله. احنا كنا نهينا اللايف اللي فات وقلنا ان احنا هنبدأ اللايف ده بقصة مهمة جدا، وهي قصة متكررة تقريبا في معظم البيوت، مش بس بره يعني، لا في العالم العربي كمان. هنبدأ بيها. هنبدأ كده بالقصة، ونبدأ بعد كده نتناقش في أهم النقط اللي طلعنا منها. في نهاية العام الأول كانت باتسي يائسة، لقد ذكرت له ذلك من قبل. له ده مين؟ اللي هو زوجها. ولكنها قالت له بهدوء هذه المرة: سأبحث عن استشاري زواج، هل ترغب في أن تذهب معي؟ ولكن بيت أجابها قائلا، بيت ده اللي هو جوزها: أنا لا أحتاج إلى استشاري زواج، وليس لدي وقت للذهاب إلى استشاري زواج، ولا أستطيع أن أوفر المال الذي سأدفعه لاستشاري الزواج. فقالت له: إذن سأذهب بمفردي. حسنا، فأنت من يحتاج إلى الاستشارة على أي حال؟ لا، هو رد عليها فقال لها: حسنا، فأنت من يحتاج إلى الاستشارة على أي حال. تمام كده؟ تمام. الصورة والصوت تمام. انستجرام شكرا يا جوجو، ميرسي يا حبيبتي. انتهت المناقشة وشعرت بأنها بمفردها تماما. دي باتسي. وفي الأسبوع التالي حددت لها موعدا عند استشاري زواج. وبعد 3 جلسات اتصل الاستشاري ببيت وسأله عما إذا كان يستطيع أن يأتي ويتحدث عن رؤيته لحياتهم العلاج. يبقى احنا واخدين بالنا من السيكونس.
تمام. وبعد مرور 6 أشهر غادر مكتب الاستشاري بحياة زوجية جديدة. فقلت لبيت وباتسي: ما الذي تعلمتماه من خلال الاستشارة وجعل حياتكما الزوجية تتغير؟ نركز بقى قوي في الكلام اللي جاي. فقال بيت: إن الشيء الجوهري الذي تعلمناه يا دكتور تشابمان هو كيف يتحدث كل منا لغة الحب الخاصة بالطرف الآخر. ولم يكن الاستشاري يستخدم هذا المصطلح، ولكن عندما كنت تعطي محاضرتك اجتمعت الخيوط، واسترجع عقلي تجربتنا في الاستشارة، وأدركت أن هذا بالضبط ما حدث معنا. فقد تعلمنا أخيرا كيف يتحدث كل منا لغة الحب الخاصة بالطرف الآخر. فسألت بيت: إذا ما لغة الحب الخاصة بك؟ فقال بدون تردد: الاتصال البدني. ده اللي هو الزوج. فقالت باتسي: الاتصال البدني بالتأكيد. وهي كمان أكدت على أن لغة الحب بتاعت زوجها هي الاتصال البدني. يعني واخدين بالنا هما اللي اكتشفوا لغة الحب بتاعت كل واحد فيهم. وماذا عنك يا باتسي؟ راحت ردت وقالت: تكريس الوقت يا دكتور تشابمان. هذا ما كنت أحتاج إليه بشدة في تلك الأيام التي كان يقضي فيها بيت كل وقته في عمله وأمام الكمبيوتر. وكيف علمتما أن الاتصال البدني هو لغة بيت للحب؟ فقالت باتسي: لقد استغرق هذا مني بعض الوقت، ورويدا بدأت تتضح من خلال الاستشارة. ولا أعتقد أن بيت كان يدرك هذا في البداية. ده هو وقت مجهود بيبذل لتطوير العلاقة. قال بيت: إنها محقة. لقد كنت أشعر بعدم الثقة في إحساسي بقيمتي الذاتية، لدرجة أنني كنت سأظل للأبد غير قادر على إدراك أن عدم لمسها لي هو ما جعلني أعرض عنها. ولم أخبرها قط بأنني أريد منها أن تلمسني، على الرغم من أنني كنت أناديها من داخلي أن تمد يدها وتلمسني. في فترة المواعدة كنت دائما أنا الذي أقوم بالمبادرة. فترة المواعدة اللي هي ما قبل الزواج. كنت دائما أنا الذي أقوم بالمبادرة بالعناق والتقبيل وإمساك اليد، وكانت هي دائما تقوم برد الفعل، وكنت أشعر بأنها تحبني. ولكن بعد الزواج كنت في بعض الأوقات أحاول الاتصال بها جسديا، ولكنها لم تكن لتستجيب لي. ربما كانت متعبة جدا من مسؤوليات وظيفتها الجديدة. لا أدري، ولكني أخذت الأمر على محمل شخصي، واعتقدت أنها لم تعد تجدني جذابا عندئذ. قررت أنني لن أقوم بالمبادرة بعد الآن. يعني واخدين بالنا ده كله حصل مع بيت داخليا، هو ما اتكلمش مع باتسي في أي حاجة. فأول نقطة ناخد بالنا منها، ما حصلش أي تواصل ولا كلام في اللي حاصل جواه، صراع جواه هو مع نفسه، أخد ودى مع نفسه ورد على نفسه وقرر وخد القرار. تمام. احنا وصلنا: عندئذ قررت أنني لن أقوم بالمبادرة بعد الآن لأنني لا أريد أن أرفض. فده برضو ناتج من شعور ومشاعر داخلية. لذلك انتظرت لأرى كم ستنتظر حتى تبادر بقبلة أو لمسة أو علاقة حميمة. وذات مرة انتظرت 6 أسابيع قبل أن تلمسني فقط. 6 أسابيع. وقد وجدت أن هذا لا يحتمل، فكان انسحابي لأبقى بعيدا عن الألم الذي كنت أشعر به عندما أكون معها. فقد كنت أشعر بأنني مرفوض وغير مرغوب به، وأنها لا تحبني. وهنا قالت باتسي: لم تكن لدي أدنى فكرة أن هذا هو ما كان يشعر به. الله، نيجي بقى هنا كده.
باتسي بتقول انا ما كانش عندي ادنى فكره انه ده الشعور ده هو اللي كان حاسه. وارد، ما هو طبيعي، ما هو انا ما حدش قال لي، ما هو في العلاقات احنا لازم يا جماعه نعبر، يعني لازم نعبر عن مشاعرنا وعن احاسيسنا اللي احنا بنحسها تجاه الاخر عشان خاطر نحل. فجت هنا باتسي حطت ايديها على اول مشكله، انه انا ما كانش عندي ادنى فكره ان هذا هو ما كان يشعر به، وما اعرفه هو انه لم يكن يتواصل معي، ولكن اللي كان ظاهر لها انه مش بيتواصل معاها واخد منها جنب. فلم نكن نتبادل القبلات والأحضان كما كنا نفعل من قبل، ولكني كنت أعتقد أنه حيث إننا أصبحنا زوجين فلم يعد هذا يهم الآن. معتقدات بقى تبدأ تشتغل بقى في الوقت اللي زي ده، لما ميبقاش فيه صراحة ومصارحة وتواصل وكلام على طول مع بعض. فطبيعي احنا بندي فرصة للأفكار احنا بقى بتاعتنا هي اللي تكلمنا، وهي اللي توصل لنا اللي قدامنا عايز ايه، او هو ايه الحالة اللي هو فيها، عن طريق معتقداتنا واللي احنا شفناه في التجارب السابقة مع في بيوت اهالينا او في المجتمع في العموم، او من السوشيال من الميديا يعني وقتها او كده. تمام. ولكني كنت اعتقد انه حيث اننا اصبحنا زوجين فلم يعد هذا يهم الان، وكنت اعلم ان عليه ضغطا كبيرا في العمل، وكنت عارفة ان هو في ضغط عليه في الشغل كحل كل ازواجنا يعني. لم تكن لدي ادنى فكرة انه يريد مني ان اخذ المبادرة، ما كانش عندي اي فكرة ان هو كان عايز ان انا اخذ. ولدي حق، فقد كانت تمضي الاسابيع دون ان المسه، ولم يخطر ذلك لي ببال. هنا النقطة، هي مش في دماغها، هي مش مدركة، بل بالعكس كمان، هو كمان من الناحية التانية زوجها هو مش مدرك ان هو دي المشكلة، ان هو عنده لغة الحب بتاعته هي الاتصال البدني، فهي دي اللي بتأثر فيه يعني بتأثر فيه من خلال المشاعر، وبتحسسه ان هو يا مرفوض يا مقبول. ولم يخطر ذلك لي ببال، فقد كنت منشغلة بإعداد الطعام والحفاظ على البيت نظيفا. شوفوا بقى هي كانت مهتمة بإيه، وغسل الملابس، وأحاول أن أبقى بعيدا عن طريقه. وبصراحة لم أكن أعرف ما أفعله غير ذلك، فلم أكن أفهم إعراضه عني وعدم انتباهه لي. ولم يكن هذا بسبب أني أكره اللمس، ما كانش ده بسبب أن أنا مش في دماغي أساسا الموضوع، هي باتسي مش في دماغها أساسا الموضوع، ولكن لأنه لم يكن بهذا القدر من الأهمية بالنسبة لي. موضوع اللمس ما كانش يعني مش الأولوية، هو مش الأولوية عندها، أو مش بنفس القدر اللي عند بيت. ولم يكن هذا بسبب أني أكره اللمس، ولكن لأنه لم يكن بهذا القدر من الأهمية بالنسبة لي. فما يجعلني أشعر بالحب وأنه يقدرني هو أن يقضي الوقت معي وأن يعطيني انتباهه، تكريس الوقت. ولم يكن يهمني بالفعل أن نتبادل القبلات والعناق أو لا، فطالما أنه كان يعطيني انتباهه كنت أشعر بأنني محبوبة. واخدين بالنا كل واحد فيهم كان بيستمد الحب منين؟ بيت كان بيستمده من اللمس ومن التواصل البدني، باتسي كانت بتستمده من التركيز معاها، وان هو يديها كواليتي تايم في خلال يومه. شفتوا هم بعدوا ازاي من خلال القصة. لقد استغرق الأمر منا وقتا طويلا حتى نعرف أصل المشكلة، ولكن بمجرد أن اكتشفنا أن المشكلة تكمن في أن كل طرف منا لا يلبي الاحتياجات العاطفية للآخر بدأنا في تغيير الأشياء. وبمجرد أن بدأت في أخذ المبادرة وتواصلت معهم جسديا كان ما حدث مدهشا، فقد تغيرت شخصيته وروحه بشكل جذري، وأصبح لدي زوج جديد. وعندما اقتنع بأنني أحبه بالفعل أصبح أكثر إيجابية في تلبية احتياجاتي. شفنا إزاي الموضوع؟ هي لما بدأت وانتبهت إن هو عنده لغة حب خاصة بيه وهي تلمس البدني، وبدأت توفر له وتشبع احتياجه ده،
لا إراديا هو بدأ يبقى في رد فعل من ناحيته وعايز يرضيها ويشوف ايه احتياجها ويلبيه. تمام. فسألتها هل ما زال لديه جهاز كمبيوتر في المنزل؟ ده استشاري الزواج بقى بيسألها هل في لسه جهاز كمبيوتر في المنزل؟ فقالت نعم، ولكنه نادرا ما يستخدمه، وعندما يفعل ذلك فلا بأس، فأنا أعرف أنه ليس متزوجا من الكمبيوتر، ونحن نفعل الكثير من الأشياء معا، وهذا يجعلني أعطيه الحرية أن يستخدم الكمبيوتر متى يريد ذلك. once إن أنا عرفت احتياج الطرف الآخر ولبته له، فهو اوريدي خلاص مش هيبقى عنده بقى التركيز الرهيب معايا في انه انا بعمل ايه وما بعملش ايه، وايه اللي واخدك مني وايه اللي شغلك عني والكلام ده كله. خلاص انا اوريدي الاحتياج العاطفي اللي انا محتاجاه من زوجي هو لبهولي، فخلاص مش هيبقى فيه بقى التركيز معاه بالطريقة اللي تجيب مشاكل. وقال بيت: ما أدهشني في محاضرة اليوم هو أنها جعلتني أرجع سنوات عديدة إلى الوراء وأسترجع تلك التجربة. لقد لخصت في 20 دقيقة ما استغرق منا 6 أشهر لنتعلمه. ده بيت بيقول لدكتور تشابمان استشاري الزواج. فهو رد: فقلت حسنا، ليس المهم السرعة في التعلم، وإنما المهم الجودة في التعلم، ومن الواضح أنكما تعلمتما بشكل جيد. لقد كان بيت فردا من كثيرين لغتهم الأساسية للحب هي الاتصال البدني، ويطلقون من الناحية العاطفية أن يتواصل معهم الطرف الآخر جسديا، ولمسات الحب كثيرة، ومن بينها إدخال اليد في الشعر وتدليك كذا، والحاجات بقى إيه اللي إحنا ممكن نعملها هو ذاكرها في الكتاب. كل لمسات الحب هذه وغيرها الكثير تعتبر الخط العاطفي الأساسي للشخص الذي لغته الأساسية للحب هي الاتصال البدني. احنا قلنا القصة دي ليه؟ أنا قلت القصة دي لأن أنا بشوف إن القصة دي هي قصة متكررة في كل البيوت تقريبا على مر العصور. يعني أنا بشوف ده، يعني إن وهي دايما يعني لو قعدنا نلف وندور ونجيب جذور المشاكل وأصلها، فهنلاقيها بسبب كده، بسبب إن كل واحد فينا بيبقى مستني حاجة من الطرف الآخر، مستني حاجة معينة من الطرف الآخر، بلس إنه ما بيش بيعبر عنها. فطب ما هو الطرف الآخر هيعرف إزاي؟ ما هو أنت لازم تعبر لي عن اللي أنت عايزه عشان أنا ألبيهولك. إنما أنا هنجم؟ مش هنجم، مش لوحدي، يعني أنا مش هعرف لوحدي أنت عايز إيه وأروح أجيبهولك. فده أول نقطة مهمة قوي، التواصل، إن إحنا نبقى متواصلين مع بعض، بنعبر لبعض دايما وبشكل متواصل ومستمر دايما عن مشاعرنا، عن احتياجاتنا من الطرف الآخر، إحنا محتاجين إيه. ده هيوفر علينا كتير جدا من المشاكل. وانس إن إحنا عرفنا كل واحد فينا محتاج إيه من التاني ولبهوله، بص خلصت خلاص. تمام. طيب تعالوا كده نشوف ايه هي المقترحات اللي الكاتب بيقترحها لو انا زوجي او شريك حياتي اللغة الحب الاساسية بتاعته والاتصال البدني. بينما تسير في طريقك من السيارة الى مركز التسوق، تواصل مع شريكك في الحياة وامسك يده. هذا بالطبع اذا لم يكن لديك 3 اطفال في سن ما قبل المدرسة. ده يعني الايه الكاتب بينكت. طيب تاني نقطة أو تاني مقترح: اذهب لشريكك في الحياة وقل له: هل قلت لك مؤخرا إنني أحبك؟ وأمسكه بين ذراعي وعانقه. ده مقترح تاني. ثالث مقترح: عندما يكون شريكك في الحياة جالسا، تعالى من خلفه واحضنه. يعني دايما الشخص اللغة بتاعته الأساسية أو لغة الحب الأساسية بتاعته الاتصال البدني، دايما بيحب في التواصل لمس الإيد، إنه دايما تلمسه تمسكه،
وبشكل يعني يعني مفاجئ، بشكل يعني ايه اللي هو ما يبقاش هو متوقع ده، يبقى بس ده دايما يبقى في بالي انه هو دي لغة الحب الأساسية بتاعته، فده بيشبع احتياجه العاطفي. طيب رابع مقترح: عندما يأتي أفراد عائلتكما أو أصدقائكما لزيارتكما، المس شريكك في الحياة في وجودهم، فإن عانقته أو وضعت يدك بجوار يده أو وضعت ذراعك حول جسمه أثناء حديثكما، أو ببساطة وضعت يدك على كتفه، فإن هذه الأشياء كلها يمكنها أن تضاعف الإحساس العاطفي، وكأنها تقول له: حتى مع وجود كل هؤلاء الأشخاص في بيتنا فإني لا أزال أراك. والحقيقة النقطة دي يمكن عندنا إحنا في مجتمعنا العربي بتتاخد بشكل حساس شويه. يعني تحس ان انت ايه، لو حصل حاجه زي كده قدامك فانت تبقى يعني اللي هو محرج، مع انه مفيش اي مشكله، زوج وزوجه فعادي. يعني انا لو انا جيت انا وزوجي مثلا في وسط اهلنا او في وسط اهله، جيت مسكت ايديه، ايه المشكله؟ ما فيهاش حاجه خالص على فكره. حطيت ايدي على كتفه او هو، او العكس بالعكس، او هو لو عمل كده، ايه المشكله؟ ده انا بوصل رساله لزوجي او لزوجتي من الفعل ده، بيعزز المشاعر بتاعتها وبيملى خزان الحب عندها او عنده. فليه لا يعني؟ مش عيب على فكره. خامس مقترح: عندما يصل شريكك في الحياه الى البيت، قابله في مرحله اقرب من المعتاد. يعني انا لو انا مثلا زوجي راجع من الشغل، هو متعود مثلا بيرجع، انا ببقى جوه مثلا بعمل اي حاجه، فبفضل مكاني مثلا وهو بيجي يسلم عليا، لا، اخرج له واسلم عليه واحضنه، اعطيه حضنا كبيرا. فاذا كان من عادتك ان تقابله عند الباب فقابله عند الجراج، وان كانت عادتك ان تقابله في الجراج فقابله في الشارع. وعندئذ عندما تنحرف السيارة باتجاه الممر، أوقف شريكك وأنحني بداخل النافذة المنخفضة واعطيه قبلة. وإذا كنت معتادا أن تقابله في الشارع، فاختبئ في ساحة انتظار السيارات، ثم اظهر عندما يفتح الطرف الآخر باب السيارة وعانقه بشدة. تأكد من أن يراك الطرف الآخر قبل أن تعانق عشان ما يتخضش بس. طبعا هو إيه، الكاتب مستفيض وبيتكلم من منطلق البيئة والثقافة بتاعته. في الخارج يعني احنا ممكن يكونش عندنا الثقافة دي قوي، بس على احنا ناخد اللي يناسبنا ونعمله. تمام. بس هي الفكرة بس انه الكونسبت واضح لينا، او ايه المقصود، او احنا ايه الهدف. تمام. طيب احنا كده خلصنا لغات الحب الخمسة، اتكلمنا عنهم. اتكلمنا عن ايه هو الحب في البداية خالص، اتكلمنا على ايه الفرق ما بين الوقوع في الحب والحب الحقيقي، فرقنا ما بينهم. كل ده هنلاقيه في اللايفين اللي قبل كده. اتكلمنا باستفاضة عن لغات الحب الخمسة والمقترحات لكل لغة حب. تمام. نتنقل دلوقتي بقى للنقطة اللي بعد كده، وهي اللغة السادسة للحب. ودي أنا اللي حسيتها بعد ما خلصت الكتاب، بعد ما خلصت قرايتي للكتاب واكتشفت لغة الحب بتاعتي واكتشفت لغة حب زوجي. فلقيت إنه في نقطة مهمة جدا إحنا محتاجين ناخد بالنا منها. خلاص إحنا عرفنا إنه في لغات 5 للحب، وهم كلمات التشجيع، الأعمال الخدمية، تبادل الهدايا، الاتصال البدني، وتكريس الوقت. 5 لغات للحب. كل شخص بيبقى ليه لغة أساسية للحب. وزي ما قلنا قبل كده إنه مش معنى إن أنا لغة الحب الأساسية بتاعتي مثلا تكريس الوقت فأنا ما بيهمنيش بقية اللغات، لا، بس في أولوية. في لغة أساسية لو غابت بقية اللغات ما بتبقاش مجدية معايا قوي. واخدين
واخدين بالكم؟ اللي هو انا عندي لغه حب اساسيه، هي دي التوب وهي دي اللي ليها الاولويه، بعديها يجي بقيه اللغات. اكيد برضو هبقى محتاجاها ومحتاجاها في العلاقه، واي شخص هيبقى محتاجها في العلاقه مع الطرف الاخر. بس هي الفكره ان انا عندي لغه اساسيه، دي لو غابت بقيه اللغات يعني ما بتلبيش المطلوب قوي زي ما احنا متوقعين، وزي ما شفنا في مناقشه الكتاب وفي القصص اللي احنا حكيناها. طيب ايه هي بقى لغه الحب السادسه اللي انا مسمياها كده؟ هي الروح والاحساس في التطبيق. الروح والاحساس في التطبيق. يعني انا جيت النهارده اكتشفت ان انا لغه زوجي مثلا الايه، الاعمال الخدميه مثلا. طيب ماشي، هو مش واجب، يعني هو مش واجب. هات بقى وريني كده ايه المقترحات. لما يكون شريكك في الحياة اللغة الأساسية بتاعته الأعمال الخدمية، فتعمل 1 2 3 وتحس كده بأنه الموضوع زي ما يكون واجب عايز تعمله. لا خالص. خلاص انا عرفت، اوكي ماشي، هو لغته الاساسيه لغه الحب الاساسيه بتاعته الاعمال الخدميه، اذا هو بيشبع عاطفيا وبيحس بالحب لما اعمل حاجه من الحاجات دي. فابدا استشعر ده وانا بعمله، انه مثلا انا هاجي النهارده و... و... ويبدا الاول ابقى في تواصل وكلام. دلوقتي انا عرفت ان انت لغه الحب الاساسيه بتاعتك كذا، فمن هنا ورايح اي حاجه هعملها في الجزئيه دي فانا هعملها من باب الحب، وان انا عايزه اعبر لك عن حبي. تمام. فابقى بعمل ده، وفي نوع من انواع الاقبال انا بعمله بارادتي مش واجب عليا، وفي نفس الوقت انا وصلت له انه انا لما بكون بعمل ده فكاني بقول لك ان انا بحبك، لان انا اخترت ان انا اعمل ده بارادتي، لان انا عارفه انه ده ان دي لغه الحب الاساسيه بتاعتك. و و والموضوع ما يبقاش اجهاد، يعني ما يبقاش اللي هو يعني ايه، زي ما انا قلت كده واجب مطلوب ان انا اعمله واجب عليا، ويبقى فيه خالي كده ومفرغ من الروح والاحساس. لا، علشان اعرف ابتكر وعلشان اعرف احط اللمسه بتاعتي. فهي يعني انتوا يعني كلامي ده هيوضح لكم قوي لما تبداوا تطبقوا، لما تبداوا تجربوا، لما تكتشفوا لغات الحب بتاعتكم ولغات الحب بتاعت ازواجكم، وتبداوا تطبقوا وتجربوا، هتحسوا باللي انا بقوله ده معناه ايه. تمام. فهي زي ما انا قلت كده الروح والطاقه والاحساس في تطبيق ده، في التعبير لشريك حياتي عن الحب من خلال اللغه بتاعته. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده اللي عايزة اتكلم عليها انه الكاتب موجود عنده، يعني هو حاطط في الكتاب نموذجين للاكتشاف لغة الحب للزوجة وللزوج، مفصل جدا، واختيارات كده زي اختبار كده بنعمله، بنوصل في الاخر ايه هي لغة الحب الاساسية بتاعتي، وفي اختبار تاني للزوج يوصل ايه هو لغة الحب الاساسية بتاعته. فان شاء الله اللي هيجيب الكتاب هيقدر يوصل بسهوله لده. ولكن انا فكرت كده في مؤقتا لغايه ما تجيبوا الكتاب، لانه زي ما انا قلت في اول لايف خالص انه الكتاب ده مهم جدا يبقى موجود في كل بيت. آه، آه، يعني عندي مقترح كده انه لو حد حابب انه هو يكتشف لغه الحب بتاعته او لغه الحب بتاعت زوجه، يبدا يحط الخمس لغات زي ما احنا قلناهم كده تحت بعض ويقارن. يعني مثلا وليكن مثلا انا هيبقى الترتيب بتاع لغات الحب اللي احنا قلنا عليهم: كلمات التشجيع، تكريس الوقت، تبادل الهدايا، اعمال خدميه، الاتصال البدني. وابدا اقارن. هاخد اول واحده وليكن مثلا كلمات التشجيع، بس هو انا الكلام هنا هيبقى
معكوس. ماشي، فليكن مثلا انا كلمات التشجيع، فهقول لنفسي هو انا ايه اللي بفضله اكتر من زوجي؟ يا ترى كلمات التشجيع ولا تكريس الوقت؟ واسال نفسي كده واتامل واستحضر المواقف، ايه الحاجه الاكتر اللي انا بفضلها؟ كلمات التشجيع ولا تكريس الوقت؟ فلقيت مثلا كلمات التشجيع هروح عامله عليها صح. طيب كلمات التشجيع ولا تبادل الهدايا؟ فلقيت مثلا ايه، لا تبادل الهدايا، اروح عامله على تبادل الهدايا صح. طب كلمات التشجيع ولا الاعمال الخدميه؟ لا مثلا كلمات التشجيع، فاروح عامله علامه صح تاني. طب كلمات التشجيع ولا الاتصال البدني؟ فهلاقي لا كلمات التشجيع، فاروح عامله علامه صح تالت. تمام. بعد كده طيب ايه اللي انا بحبه اكتر؟ تكريس الوقت. خلاص انا كده ايه، خلصت كلمات التشجيع. طب تكريس الوقت ولا تبادل الهدايا؟ لا مثلا تكريس الوقت، فاروح عامله صح. طب تكريس الوقت ولا الاعمال الخدميه؟ لا مثلا الاعمال الخدميه، اروح عامله عليها صح. طب تكريس الوقت ولا الاتصال البدني؟ مثلا لا الاتصال البدني، اروح عامله عليها صح. خلاص يبقى انا كده خلصت تكريس الوقت. اجي بعد كده في تبادل الهدايا واقارنها بالباقي وهكذا، واحط كل ما اختار احط علامه صح، واجي في الاخر اعد علامات الصح دي اللي انا حطيتها على كل لغه، واشوف اكتر لغه واخده اكتر عدد من علامات الصح، وهي دي اللي هتبقى لغه الحب الاساسيه بتاعتي. تمام. واتعامل على هذا الاساس بالشكل ده، وبرضو اعمل الاختبار ده لشريك حياتي لزوجي بنفس الشكل كده زي ما انا وريتكم. واكتر لغه هتاخد اكتر عدد من العلامات الصح هي دي هتبقى لغه الحب الاساسيه. يبقى احنا كده بدانا الطريق، ودي البدايه، ونبدا من هنا نشوف احنا هنعمل ازاي. ويبقى احنا كده خدنا باسباب تطوير العلاقه. طالما احنا خدنا باسباب تطوير العلاقه، فتاكدوا ان ربنا هيكرمكم وهيساعدكم على تطوير العلاقه دي، وهتبقى من حسن لاحسن ان شاء الله. طيب ايه هي بقى النقطه اللي بعد كده؟ لغات الحب والاطفال. زي ما انا قلت لغات الحب مش بس ما بين الزوج والزوجه، لا كمان لو تفتكروا في اول لايف خالص كان الكاتب برضو متكلم على النقطه دي، انه من اهم الاسباب اللي احنا لو وصلنا وعرفناها بتحل مشاكل عند الاطفال في سلوكياتهم. فنلاقي مثلا في سلوك ما مش مظبوط عند الطفل، فده بيكون بسبب انه مش مشبع عاطفيا. وباب من ابواب الاشباع العاطفي للطفل هو معرفه لغه الحب الاساسيه بتاعته. اطفال كمان، الاطفال كمان نقدر نطبق عليهم نموذج لغات الحب الخمسه، ونعرف كل طفل ايه هي لغه الحب الاساسيه بتاعته. ممكن يبقى عندك 3-4 اطفال، وكل طفل بيوصل له الحب بطريقه مختلفه، وبيشبع عاطفيا بطريقه مختلفه عن الطفل التاني. فواجب علينا كأبهات وكأمهات ان احنا نحاول نعرف ايه هي لغة الحب الأساسية بتاعت أطفالنا، ودي بتيجي بقى من ملاحظتنا وتركيزنا في تصرفاتهم وفي تواصلهم معانا. يعني مثلا هتلاقي مثلا في طفل هتلاقيه بيحب الأحضان، بيحضن كتير، يحب دايما يجي في أي وقت وفي أي مكان وفي أي حتة يجي يحضنك ويبوسك. ده بالتأكيد هيكون اللغة الأساسية بتاعته الاتصال البدني. في طفل تاني هتلاقيه دايما مثلا بيشتكي، يا ماما انتي مش بتقعدي معايا، يا ماما انتي دايما في الشغل، يا ماما انتي دايما مشغولة في المطبخ ومع بابا والكلام ده. فهتلاقي ايه، تلاحظي انه ده لغة الحب الأساسية بتاعته تكريس الوقت. وهكذا نبدأ نشتغل ونركز، ويبقى في مجهود بيبذل علشان خاطر نطور علاقاتنا مش بس مع أزواجنا، لا كمان مع أولادنا. وهننتقل كمان للنقطة اللي بعد كده، ومع أي حد بتربطنا بيه أي علاقة. تمام. وطبعا بالنسبة للأطفال نلاحظ إنه دايما كل فترة كده
نركز، لان ممكن لغه الحب او الاولويه للغه الحب بتختلف. يعني ممكن مثلا النهارده هو يكون لغه الحب الاساسيه بتاعته مثلا الاتصال البدني، فنركز عليها. بعد مثلا سنتين ثلاثه تلاقي ان لغه الحب الاساسيه دي اختلفت، بقت حاجه تانية، فنبدا نركز عليها، وهكذا. فاحنا بنعمل على طول ابديت للعلاقه. آه، هتفرق جدا في علاقاتنا. لما نبدأ نطبق بالطريقة دي هنلاقي اختلاف كبير جدا للأحسن في علاقاتنا. ده بالنسبة للأطفال ولغات الحب. بالنسبة برضو زي ما أنا قلت للنقطة اللي احنا هنتقال عليها بعد كده، اللي هي حتى في علاقاتنا في العموم هنلاقي برضو لغات الحب الخمسة ليها دور في تحسين العلاقة دي، سواء آم، آه، اب وبنته، ام وبنتها، العلاقات اللي ابعد من كده، الاخوات، زوجات الاخ، اخوات الزوج، اللي هي العلاقات بقى اللي بعد كده الاكبر، الابعد يعني. فهنلاقي برضو بيدخل فيها لو احنا ركزنا وحاولنا بسنس كده نشوف ايه اللي ممكن يكون لغة الحب بتاعت الشخص ده، هنلاقي العلاقة فرقت كتير. لو هي بيحصل فيها مشاكل كتير وركزنا على النقطة دي، هنلاقي ان احنا لو اخدنا بالنا ايه هي لغة الحب واشتغلنا عليها هتحسن كتير في العلاقة دي. تمام. تقريبا انا كده خلصت. لو الحمد لله انا ما طولتش عليكم النهارده. ده كان كلامنا عن لغات الحب وقد ايه هو مهم جدا. كتاب لغات الحب الخمسة، وانه يبقى موجود في كل بيت. زي ما انا قلت، مش بس لتطوير علاقة الزوج والزوجة، لا كمان احنا بنطلع بره العلاقة دي، بنوصل العلاقة بالأبناء، العلاقة بالآباء والأمهات، العلاقة بالأخوات، العلاقة بأخوات الأزواج، بزوجات الأخ، السلايف بقى والحاجات اللي احنا عارفينها دي الجميلة بتاعتنا. تمام. خلينا دايما يبقى احنا هدفنا ان احنا نبقى في علاقة هادية بقدر الامكان ما يبقاش فيها مشاكل. وكل ما كانت العلاقة قريبة كل ما كان شغلنا عليها بيكون اكتر. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من علاقاتنا، نطور منها. وتاني هقول لكم لأي حد مهتم بالعلاقات، كتاب لغات الحب الخمسة لازم يكون موجود عنده في البيت، في المكتبة بتاعت بيتي. وإن شاء الله أنا كل فترة هعمل لكم ريكومنديشن كده على كتاب، على أي كتاب أنا بقرأه وبحس فيه فعلا بالفايدة وإنه فادني. هبدأ أعمل كده زي ما عملت في كتاب لغات الحب الخمس، بالأخص في العلاقات. لأن زي ما انتم عارفين العلاقات هي شغفي، فهتلاقوني دايما بدي في الحتة دي بحب وبعطاء وبشغف. فإن شاء الله احنا كده كلامنا عن العلاقات ما خلصش، احنا بس كده خلصنا كلامنا عن كتاب لغات الحب الخمسة. اتمنى ان شاء الله انه يبقى موجود عندكم. وكل سنه وانتم طيبين، داخلين على العيد. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وعيد اضحى سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. كله فتة بس ما تقلوش. تمام. واشوفكم على خير ان شاء الله. ممكن بقى نريح شويه كده من اللايفات عشان العيد واجازه العيد، ونرجع بعد العيد ان شاء الله نكمل كلامنا ومواضيعنا. عندي لسه مواضيع كتير نتكلم فيها. عندي كلام عن المعتقدات وتأثيرها علينا وعلى حياتنا وتحقيق أهدافنا. عندنا كمان كلام في المعتقدات والحب
عندنا كلام كتير لسه ان شاء الله بعد العيد. كل سنه وانتم طيبين، نكمل كلامنا. ومش هقول لكم على المفاجاه دلوقتي، بعد العيد ان شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا بكلامنا عن العلاقات وكتاب الحب الخمسة في الثلاث لايفات اللي احنا عملناهم. ويا رب أكون كنت خفيفة عليكم وفدتكم وقلت لكم ولو معلومات بسيطة تنفعكم في تطوير علاقاتكم. كل سنة وانتم طيبين، وأشوفكم على خير إن شاء الله بعد العيد. سلام.